السلام عليكم، مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حكايه جديده وفيديو جديد في قناتكم الرياضيه من الاخر. اكيد الدنيا كلها في انتظار المباراه القويه، المباراه المنتظره، المباراه التي يترتب عليها الكثير والكثير، المباراه قطبي الكره المصريه والنادي الاهلي ونادي الزمالك، او نادي الزمالك والنادي الاهلي في قمه من الاخر، قمة نارية. والدوري المصري الزمالك متصدر أكيد بيبحث عن الفوز، والنادي الأهلي يبحث عن العودة. تتجه أنظار الجماهير الكرة المصرية والعربية، أكيد كل عشاق النادي الأهلي ونادي الزمالك، مساء الغد والجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز نحو استاد القاهرة. كل الأنظار تتجه هذا اليوم في القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي. ونادي الزمالك يتصدر هذا الدوري حاليا برصيد 17 نقطة، والنادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، وهذا لا يليق ببطل أفريقيا وبطل الدوري مرات ومرات. المواجهة تحمل طابعا خاصا هذه المرة، أكيد الزمالك الساعي للعودة لمنصات التتويج بعد غياب طويل يعتبر هذه المباراة بمثابة الاختبار الحقيقي لقوته وتجربة جون أدوار ولاعيبة نادي الزمالك الجدد الذين يبحثون عن الفرصة، وهذا اللقاء ليثبت كل لاعب بأنه جدير بأن يحمل فانيلة نادي الزمالك وشعار نادي الزمالك، وفرصة الأبرز لتثبيت الصدارة وكسب ثقة جماهيره أكيد التي لا تقبل بأي إخفاق على الإطلاق. على الإطلاق نادي الزمالك يدخل هذا اللقاء وكل الأماني وكل الأمنيات إنه هو يحقق الفوز على النادي الأهلي وغريمه التقليدي، وعلى الجهاز الفني واللاعبين أن إدراك أن الانتصار لن يساوي 3 نقاط فقط، بل سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في مشوار البطولة. والنادي الأهلي يدخل هذا اللقاء هو الآخر ويرفع شعار لا بديل عن الفوز، والأهلي بمن حضر، مستنيدا إلى تاريخه الكبير وشخصيته التي دائما ما تظهر في الأوقات الصعبة. هو ده النادي الأهلي وجمهوره المترقب لهذا اللقاء وفي انتظار عودة النادي الأهلي مرة أخرى. وهذا اللقاء يعني بمثابة يعني طوق نجاة لكثير من الأمور